مفجر التاريخ حاول الإنسان فهم ما حوله: السماء، العواصف، الشمس، الموت والحياة. ومع العجز عن التفسير بدأ البحث عن قوة أعظم. لكن كيف وصل الإنسان إلى صناعة أول صنم؟ وكيف تحول هذا الفعل البسيط إلى بداية الفساد الديني والاجتماعي؟ في هذا الفيديو سنستعرض لكم الروايات التاريخية الموثوقة حول ظاهرة ظهور الأصنام. وضح عالم الأنثروبولوجيا جيمس فريزر أن الإنسان الأول لم يكن يميز بين الظواهر الطبيعية وبين القوى الغيبية، فالرعد والرياح والفيضانات كانت مصدر خوف وغموض. أما هيرودوت فيذكر أن الشعوب القديمة كانت تقدم القرابين لتعترض السخط الإلهي كما تتخيلوا. هذا الخوف دفع الإنسان إلى محاولة إيجاد وسيط بينه وبين الظواهر المهيبة، فظهرت الرموز ثم التماثيل البدائية كأول محاولة لتجسيد ما لا يرى. تشير الدراسات الأثرية في وادي الرافدين إلى أن أقدم التماثيل المرتبطة بالطقوس الدينية تعود إلى العصر الحجري الحديث، حوالي 7000 إلى 5000 قبل الميلاد، مثل تماثيل تل لحيف والعبيد. ويذكر عالم المصريات جيمس بريستد في كتابه تاريخ الشرق الأدنى القديم أن المصريين قبل عهد الأسر كانوا يصنعون تماثيل صغيرة تمثل قوى الطبيعة: الخصوبة، النيل، الشمس. أما في الكتابات الدينية القديمة مثل العهد القديم فيذكر أن صناعة الأصنام ظهرت بوضوح بعد انتشار البشر في الأرض بعد الطوفان، حين بدأت كل قبيلة تصنع رمزا يمثلها أو يمثل القوة التي تؤمن بها. في البداية لم يكن التمثال يعبد بل كان رمزا، ثم تحول تدريجيا إلى مقر للقوة، ثم إلى إله بحد ذاته. يبين عالم الاجتماع إيميل دوركهيم أن المجتمعات القديمة كانت بحاجة إلى رمز يعبر عن وحدتها، فكان الصنم في بدايته رمزا اجتماعيا أكثر منه دينيا. ومع مرور الوقت ولأن الناس يميلون إلى تقديس ما اعتادوه صار الصنم هو الوسيط، ثم صار القوة نفسها. ووجد بعض الكهنة في هذا فرصة للسيطرة الروحية، فينقلون للناس أن الأصنام تنطق أو تغضب أو ترضى، وهو ما أشار إليه هيرودوت في وصفه لطقوس معابد بابل ومصر القديمة. ومع ترسيخ فكرة الصنم بدأ المجتمع يتغير. ظهرت طبقة كهنوتية تتحكم في الطقوس، ظهرت القرابين والتضحيات، وبدأت النزاعات بين القبائل بسبب اختلاف آلهتها. هذه المرحلة بحسب بريست وفريزر كانت نقطة تحول كبرى في التاريخ الإنساني، لأنها أسست لأشكال من الفساد الديني والاجتماعي، حيث حل الحجر محل المعنى والطقس محل الحقيقة. إن ظهور أول صنم لم يكن عملا بسيطا أو لحظة عبثية، بل نتيجة خوف، جهل، وحاجة الإنسان إلى تفسير العالم. ومع مرور القرون تحول الرمز إلى عبادة، والعبادة إلى صراع، والصراع إلى فساد. إن فهم هذه البدايات يساعدنا على فهم الكثير من تاريخ البشر، وكيف أن الانحراف الكبير يبدأ دائما بخطوة صغيرة. وإن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعم القناة والاشتراك، وإلى لقاء قريب في موضوع جديد من التاريخ القديم. دمتم سالمين.